واخيرا قرر مجلس ادارة نادي الزمالك ونزل بيانه على صفحة النادي الرسمية على الفيسبوك بإقالة المدير الفني الكفتاجي البلجيكي يانيك فريرا، وتعيين مؤقتا الكابتن احمد عبد الرؤوف مدير فني في مباراة طلائع الجيش يوم الاحد، ومباراة بيراميدز في السوبر ان شاء الله في الامارات. وداعا 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 أيها الغريب، كانت إقامتك جدا جدا قصيرة، وكانت استغفر الله العظيم يا رب، الله لا يرجعها مرة تانية. اتكل على الله يا اسطى، اتكل على الله. وكل التوفيق للكابتن أحمد عبد الرؤوف في المهمة الصعبة اللي جاية، إن شاء الله يكون قدها، إن شاء الله يكون مدرب يليق بنادي الزمالك خلال الفترة اللي جاية، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الوضع يبدأ يتحسن تدريجيا بإذن الله الفترة اللي جاية.